السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا الألفين هذه فيها التماس في الضفيرة هذه، والتماس ما هو طيب. طيب وش سبب الالتماس يا صاحبي؟ حنا ركبنا لها داش كام، وهذا الداش كام هنا، وكاميرا أمامية وخلفية، وهاي 3 كاميرات، واحد يمين واحد يسار، والأمور طيبة. هذه سلاك الداش كام. الداش كام ما عندي فيها أي مشكلة، واشتغل وأموره طيبة. وركبنا لها جهاز تحديد للمركبة وقطع الكهرباء عن السيارة. جربنا الجهاز، حدد موقع السيارة، طفى السيارة وشغل السيارة، والأمور طيبة 100%. جينا لآخر شيء اللي هو تثبيت الجهاز في السيارة، فكانت كل الأسلاك حقت الجهاز جاية من تحت الماسورة هذه فوق، إلا السلك واحد جاي من هنا عكسي، اللي هو السلك هذا. فقلنا السلك هذا خلاص بنقصه من هنا ونسحبه من تحت مع اخوانه على فوق. طبعا يوم قصينا الامور طيبه، ما عندك اي مشكله. فيوم سحبناه التمس في الحديد هذا وسبب لي ماس كبير في السياره. ندور لنا الحين اسبوع ندور، فرطنا الضفيره هذه كلها ما لقينا، فكينا هذه كلها ما لقينا، وشغالين حبه حبه على السياره. علبة الفيوزات هاي فكيناها، طلعنا الضفيرة هذه كلها هنا، وفرطنا الضفيرة هذه كلها، فرطنا ما لقينا شيء. كان الالتماس في الفيوز هذا هنا مع دقة الستويشت. الفيوز هذا يعطي ماس فيه أول بداية هذا. بالتالي تفاقم الأمر وزادت الطين بلة، واصبح الماس هنا برضه. دورنا بغينا، الماس مشكلة، يحرق عليك السيارة، ولا لها حد خاطر في سيارته تنحرق. هذا ان شاء الله نقول إن من هنا هذا موضوع بسيط اللي هو الفيوز هذا، لكن الفيوز هذا اللي هنا ما لقينا علته. الحين لازم نفك السويتش عشان تشوفون اللمبة كيف تشتغل. يجي خطين هنا كهرب، وهنا ماس، موجب مع كهرب مع ماس، فينقطع الفيوز زي ما نقص الفيوز هذا. شوف الآن واصل وين الموجب، هذا أعطى سالب. هذا مشكلته في الكتاوت. هذا بعد البحث الجاهد مشكلته في ايش؟ في الكتاوت هذا. نقول الكتاوت هذا ان شاء الله انه حرقان. لكن الخط اللي هنا مشكلته في الضفيرة الداخلية، لأن فكينا الكتاوتات هذه كلها، حتى هذا انكسر يوم احنا نحاول نفكه، فكينا الكتاوتات هذه كلها، فكينا الداخلية، يعني نفس المشكلة. باقي الالتماس داخل السيارة. بحثنا داخل السيارة، الماس جاي الخط هذا الأزرق، وجاي في خطين في الضفيرة هنا، سلكين هنا. الضفيرة هذه رايحة جوا،
ما ندري هل الالتماس قريب ولا الالتماس بعيد. الالتماس داخل الكبوت خارج الكبوت، الخطوط هذه رايحة، فاضطرينا ان احنا نشتري ضفيرة جديدة. شرينا ضفيرة جديدة للسيارة وتاجي ان شاء الله طلبية، وراح نركبها داخلية. طبعا الضفيرة اللي شريتها داخلية ما هي خارجية، فبنركب الضفيرة الداخلية وتزين الأمور إن شاء الله، والله يسهل اللي فيها الخير. بعدها نطبق السيارة. عاد لا جات الضفيرة الداخلية ما أعتقد بيكون فيها التماس الجديدة، التماس حيكون في القديمة هذه، بس برضه ما راح انطلها، راح أدور للالتماس هذا وين. لأني كل ما بحثت لقيت سلك مجروح، هذا اللي خلاني إني أشتري ضفيرة جديدة. لقيت هذا مجروح، ولقيت هذا مجروح، راعيها شكلها من أول كان مركب لها ريموت وكان مركب لها ما أدري، ولقيت السلك هنا مجروح، ولقيت السلك في الكبوت مجروح عند علبة الفيوزات. فكل ما جينا ندور، رغم اني انا مشيك عليها اول مرة، لكن نلقى في اشياء احيانا الواحد يسهو عنها ما ينتبه لها، نلقى قطوع، نلقى جروح، لكن اقول مرة واحدة نشتري جديدة. احنا شريناها جديدة الحين، ولا جات الجديدة فكينا هذه بشويش وطبقنا الجديدة على مهلنا وشيكنا. راح الالتماس خير وبركة، ما راح التماس باقي الضفيرة الداخلية حقت الكبوت اللي تطلع على البواجي وعلى البليتين وعلى، ما اعتقد ان فيها التماس، لكن اقطع الشك باليقين. يصير تشييكنا على ضفائر بسيطة، على الضفيرة الأمية هذه مجهدة متعبة شوية، والله متعبة.